تعالوا بقى النهاردة كده هنعمل حتة فطيرة جامدة جدا بالكاستر والكنافة زي بتاعة الفطاطرية والحلوانية، بجد تحفة. وفي 10 دقايق مش هتاخد منك تعب ولا مجهود تماما، وممكن تحشيها بأي حلويات باقية بقى عندك. ويلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. أول حاجة معانا هنبدأ بيها الكاستر، ده نص لتر من الحليب عليه معلقتين من الكاستر. طبعا ممكن نعمله بالكريمة، يعني ممكن نحط بدل معلقتين الكاستر نحط معلقتين من النشا، ونزود سكر حسب الرغبة، ونزود معلقة من السمنة او الزبدة. تمام، يبقى ممكن بدل الكاستر ما تشغليش دماغك خالص ولا توقفي الدنيا على حاجة معينة، يعني اشتغلي بالمتاح عندك في بيتك. تمام كده، هنفضل نقلب فيهم على البارد وبعدين نفتح عليهم النار لحد القوام ما يتقل، لازم بالتقليب المستمر. شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه، ونسيبها بقى تبرد تماما. لازم نسيب الكريمة او الكاستر يبردوا تماما علشان الجلاش بتاعنا ما يدوبش مع السخونية بتاعته. كده برد تماما، هنجيب بقى ورقتين من الجلاش وهنفردهم كده ونحط في النص شوية من الكاستر. وادي الكنافة المتحمرة، ممكن بقى بواقي صينية كنافة عندك مش عايزاها او زهقتوا منها تفتفتيها وتحطيها على الكاستر جوه الجلاش كده زي ما احنا شايفين، وهنقفل عليه زي الظرف كده. وكده تمام، هنحطه بقى في طاسة مدهونة زبدة، وناخد من الزبدة دي وندهن الوش برضو، ونحمر بقى على الوشين كده زي ما احنا شايفين. بجد تحفة وسهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت تماما، وطعمها في منتهى الجمال. ممكن بقى نرش عليها سكر زي الفطاطرية، وممكن نرش عليها عسل سيرب زي ما احنا عملنا كده، عسل ابيض حسب بقى مزاجك وحسب المتاح عندك. ده سيرب انا عاملاه عندي، فعملت واحدة بالسيرب وواحدة بالسكر، الاتنين بجد اجمد من بعض، والاتنين اطعم من بعض. تحفة وطرية من جوه ومن بره مقرمشة، بجد خطيرة، هتعجبكم جدا وسهلة وما بتاخدش وقت. ولو حبيتي تعملي حاجة حلوة في وقت سريع ومختصر وفي نفس الوقت مغذية جدا. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.